السلام عليكم، اخباركم ايه؟ عاوز اسألكم سؤال. هو الجن ممكن يجيلك لغاية باب بيتك؟ طب لو جالك ممكن يتشكل في ايه؟ ركز بقى في القصة دي، ولو انت اول مرة تشوفني وما اشتركتش اشترك معايا في القناة علشان تشوف كل الجديد مني. ويلا نبدأ القصة. الحكاية اللي حصلت دي حصلت في مصر، وهي حكاية حقيقية حصلت لشاب كان عايش في شقته من سنين. المهم في ليلة شتوية من ليالي الشتاء دخل الشاب أوضته علشان ينام، وأول ما بدأ ينام قام مرة تانية على صوت خبط على الباب. قام الشاب بسرعة وراح على الباب، فتح عشان يشوف مين. فضل يبص شمال ويمين ما لقاش حد على الباب، ولسه هيدخل ويقفل الباب لقى قطة صغيرة واقفة على باب الشقة. القطة دي كان لونها اسود قوي، اسود غامق، وعليها كان فيها لمعة بسيطة كده، وكانت مبلولة من المطرة وعمالة تنونو وأكنها بتترجاه إن يدخلها جوه البيت عنده. صعبت على الشاب وقرر إن هو يحميها الليلة دي من المطر، ودخلها شقته وقفل الباب ومحطش في باله اللحظة مين اللي كان بيخبط على الباب. المهم الشاب ساب القطة ودخل ينام، بس مش جايله نوم، وكل شوية يتخيل بخيال اسود ضخم بيجري في الشقة. كل اللي بيحصل مع الشاب ده برضه ما حطش في باله اللحظة ان القطة ممكن تكون هي السبب، لحد ما قضى الليلة بالعافية وقام الصبح عايز يروح شغله وقال اخد القطة معايا اطلعها بره. كان الجو ساعتها بقى كويس وخلاص مفيش مطر. قعد يلف على القطة في الشقة مش لاقيها، يبص تحت السرير مش لاقي القطة، فص ملح وداب اختفت. غير هدومه وهو رايح على باب الشقة علشان يخرج سمع نونوة جوه في الأوضة عنده. استغرب كده وبص لنفسه، أنا قلبت الشقة على القطة، هي كانت مختفية فين؟ محطش برضه في باله وخد القطة على إيده وخرج باب الشقة. وهنا كانت الصدمة، القطة لفت وشها 180 درجة وابتسمت له وقالت له شكر الله لك، ونزلت من على إيده واختفت. ومن وقتها الشاب ده جات له حالة هستيرية ودخل بعدها المستشفى الأمراض العقلية، وكتب القصة دي وهو في المستشفى ورفعها على منصات التواصل الاجتماعي. ودي كانت نهاية القصة. سلام.